طب مش متجوز؟ بتلاعب بتلاعب. أحمد أحمد، إيه اللي عملته في نفسك ده؟ أنا ما عملتش حاجة في نفسي. طب قوم قوم. لا شاي. اقعد انت. التحق أحمد محمود ياسين بكلية الفنون الجميلة، وتعرف على زميلته منى عفاف الباز وتحابا. وفي السنة النهائية تعرف أحمد على أرملة صافية العامرة جميلة وشابة، وأراد أن يرسم لها لوحة تكون مشروعه للتخرج، وأقبل عليها عندما علم أنها لا تطمع بالزواج للحفاظ على معاش زوجها. فلما طلبت منه حبيبته منى التقدم لخطبتها اعتذر لها باحتياجه لوقت طويل لتكوين مستقبله، وقطع علاقته بها، فانتحرت منى، مما جعل أحمد يشعر بالذنب ويتخلص من الأرملة الشابة ويعتدى عليها بالضرب معتبرا أنها السبب، وامتنع عن الذهاب لكليته هربا من نظرات زملائه، خصوصا صديقه حانف سيد زيان، والذي أراد التخلص من حبيبته صفية رجاء صادق ليعالج أحمد من حالته النفسية المتلخصة في شعوره بالذنب، وينجح الطبيب خيري في استعادة أحمد لتوازنه، ويحضر امتحان نهاية العام. وخلال الجلسات يقابل أحمد المريضة سعاد سهير رمزية التي أعجبت به من أول نظرة وطاردته، ثم استدعاه الأستاذ محمود عماد حمدي ليرمم له أحد اللوحات، ليكتشف أنها صورة لسعاد وأنها زوجة محمود، وتخبره سعاد أنها حامل منه رغم أنه لم يقربها، وهرب أحمد منها ظانا إنها مجنونة، غير أن الدكتور خيري وضح له الصورة وأخبره أن محمود قام بتربية قريبته سعاد صغيرة، وكبرت وشعرت نحوه بحب الأب، فلما نضجت تحول حبها لعاطفة أنثوية فتزوجها رغم فارق السن لحبه الشديد لها، غير أن حادث مأساوي سبب عرج قدمه وعجزه الجنسي، وعاشا معا يتجرعان الحب الشفوي لمدة 10 سنين، حتى تحركت بداخل سعاد مشاعر الأنثى وغريزة الأمومة، فطلقها محمود منذ 5 شهور لتبحث عن زوج مناسب يشبع لها غريزتها الجنسية ويحقق لها الأمومة، على أن تظل معه يرعاها ماديا ويبقى على حبه لها. ووقع اختيار سعاد على أحمد، وأقنعه الدكتور خيري بمواصلة التجربة التي وجدها غريبة ومنفرة، ولكن شعور أحمد بالذنب السابق جعله يتردد في أي علاقة جديدة، ومع مطاردة سعاد له وموافقة زوجها السابق وتشجيع الدكتور خيري، تزوج أحمد من سعاد ليس من كثرة حبه لها، ولكن من كثرة خوفه أن تنتحر مثل منى، ولم يستطع أحمد مواصلة المشوار، فهرب من سعاد والتي أقدمت على الانتحار، فأنقذها أحمد وأبلغ محمود الذي ظن أن سعاد لم تتحمل فراقه، ووافقه أحمد على ذلك رفقا بمشاعره. ولكن محمود اكتشف الحقيقة وطلب من سعاد أن تلحق بأحمد ليخرج هو من حياتهما. وتنتهي هنا حكاية فيلم امرأة للحب الذي أنتج عام 1945، وهو من بطولة محمود ياسين وسهير رمزي وعماد حمدي ومحمود المليجي وصفية العمري وسيد زيان، وقصة الفيلم لنبيل غلام، والإخراج لأحمد ضياء الدين. وإلى أن نلقاكم في حكاية جديدة من الأفلام، نتمنى ترك تعليقاتكم لما تحبون أن تشاهدوه في الفيديو القادم. وقبل أن نترككم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على زر الجرس ليأتيكم كل إشعار جديد من القناة فيما ننشره، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. وقبل ختامنا نشكركم على حسن متابعتكم لنا.